كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد العصابه هما داخلين لواحد الدار واللي كتكون ديال واحد المحقق واللي سميتو سامات، وكيبانوا لينا هما قاصدين بيت نعاس نيشان واللي كيكون ناعسين المحقق ومراته، وهو غير كيشوفهم كيبغي يطاكي على مراته القرطاس، ولكن العصابه ما كتعقلش عليه وكتقبو هو ومراته. وكان حتى واحد ولدهم اللي سميتو ماني واللي كيكون هو البطل ديال الفيلم ديالنا، وغير سمع القرطاس مشى يجري بالزربه تخبى في البلاكار، ولكن صحاب العصابه قدروا يعرفوه ومشى واحد خونا منهم جبدو، وماني مع كانت فيه النفس جر الخونا الكاغول من وجهه قدر يشوفه، وخونا تعصب ديال بصح ملي شاف ليه وجهه هو يشدو ويطلق ليه واحد القرطاسه في راسو نيشان. شكون هي هاد العصابه وعلاش صفاو لهاد العائله بهاد الوحشيه غادي نفهموا كلشي من بعد. ومن ورا هادشي كنشوفوا المحقق ومراته هما كيدفنوهم، وكندوزو للسبيطار فين كنشوفوا ماني واللي واخا جاتو القرطاسه في راسو ما ماتش، ولكن ما قدروش يحيدوا ليه القرطاسه من راسو حقاش الاطباء كيكونوا خايفين يقدروا يتوشوا ليه شي حاجه في الدماغ، وبسبب يقدر يجي شي تلف في الدماغ ويموت. في هذا الوقت كتكون واحد الممرضه كتسمع فيهم شنو كيقولوا، وهما كيهضروا على الحاله ديالو باللي ميؤوس منها وباللي ما كاينش امل باش يعيش، وان ما فيها الشك غادي يتبع العائله ديالو. ومن بعد كنشوفوا الصحافه وهي كتسول في المدير ديال البوليس وكيبغيو يعرفوا منه على الجريمه اللي وقعت المفتي الصمات، ولكن هو ما كيبغي يقول لي حتى شي حاجه وكيركب في طوموبيلته. وكنشوفوا هو كيهضر مع واحد من رجالو وصيفط للطبيب باش يقول لي يحيد الاجهزه ديال الانعاش على ماني، وكيقول لي هو ميت ومن الاحسن يموت ولا يبقى معذب. والطبيب ما بغاش في الاول، ولكن خونا فاش بين لي السلاح الطبيب تضحك وعرف باللي هادشي ما فيش اللعب. والممرضه بدات تغوت عليه وتعصبات، ولكن المفاجاه انه واخا حيدوا عليه الاجهزه بقى عايش. والممرضه فرحات بزاف والطبيب بقى مصدوم من داكشي اللي شاف. وخونا خرج برا بدا يهضر مع المدير ديال الشرطه وعاود ليه على البلان اللي وقع، ولكن قبل ما يمشي خلى النمره ديالو لواحد الممرضه وقال ليها باش ما كانت علميني الا كان شي جديد. وفي الليل كنشوفوا الممرضه اللي متعاطفه مع ماني واللي كتكون باغا تجي باش تهربوا حقاش هي كتكون حاسه بالخطر عليه في داك السبيطار وانهما ما غاديش يزقلوه 100%. وداكشي النيت اللي ظناته هو اللي وقع. تما كنشوفوا واحد القاتل هو جاي قاصد الغرفه اللي كان فيها ماني، وكان جاي نيشان باغي يصفيها ليه، وهو جالس كيتقف في البونجا واللي كان كيحسب ليه ماني مازال ناعس فيها، ولكن كيتصدم فاش ما كيلقاهش. واللي كتكون الممرضه في هذا الوقت داتو في واحد الكرسي متحرك وهربات به من تما في طوموبيلتها. وكيطلع النهار وكتوصل هي عند واحد الطبيب تايلاندي واللي كيكون سميتو هان، وملي كيشوف ماني ما كيتيقش بلي هاد الضربه الخايبه جاتو في الراس ومازال عايش، وكيواعد الممرضه باللي غادي يدير جميع الطرق التقليديه وغيجرب كاع الاساليب باش يحاول يعتقو. وبالاخص فاش عاودت ليه الممرضه على القصه ديالو وعاودت ليه بان شي وحدين جايين باغي يصفوها ليه، وقدر يفيق الولد ماني من بعد واحد المجهود كبير داروا مع المعلم هان. ولكن كيكون ماني مابقاش عنده الاحساس لا بالفرحه لا بالالام، وهذا الشيء كيكون بسبب القرطاسه اللي خداها في راسو. من تما كيبدا يتدرب مع المعلم هان على الفن الطايشي التايلاندي واللي كيكون كيعتمد على الضرب من المرافق، ونهار على نهار ولا كيتدرب معاه وقدر يتعلم جميع الحركات اللي وراهم ليه المعلم هان وحتى التقنيات الخطيره اللي وصاه باش يطبقهم غير في الحالات اللي يكون فيها في خطر. من بعد كنشوفوهم جوج غاديين لواحد القهوه في القريه، وفاش كيريحوا المعلم كيقول ليه باللي المقاتل الناضي وهو اللي كيتحمل اي ضربه شحال ما كانت قاصحه، وانك خاصك تكون كتهجم بحال السبع وتخادع بحال الديب. وواحد الوقت هما مريحين المعلم هان قال لي هادو هما اللي غادي يتقاتل معاهم، وكيشير عليه واحد الرجال جالسين في واحد الطبله، وماني قال لي هادو راه ما داروا ليا والو، ولكن هان كيقول لهم هذا هو اللي سبكم وكيكون قاصد هادشي باش يجيو ليه بالعاني، وهما كانوا جايين ليه باغي يدوروه ولكن هو كيشدهم وكيخلطهم وكيطبق فيهم كاع هذاك الشيء اللي تعلم. والغد اللي كنشوف واحد البنت صغيره جات عندهم وكتقول لهم باللي الممرضه اللي جابت ماني راه عيانه بزاف وانها باغا تشوف ماني ضروري، وداك الشيء نيت اللي دار ومشى لعندها وكيلقاها على فراش الموت، وهي كتكون باغا تعاود ليه كل شيء، بالاخص انه هو كان كيعاملها بحال الام ديالو طول هاد السنين كامله. وعاودت ليه على بوصامات اللي صفوها ليه في الاول ديال الفيلم العصابه، وقالت ليه باللي كان في واحد المجموعه ديال البوليس مزيانين وهما كانوا كيحاربوا واحد المنظمه ديال الفساد كبيره، ولكن ملي عاقوا بيه صيفطوا ليه العصابه للدار وهي اللي صفاتها لوالديك بزوج، وهما اللي ضربوك بقرطاس الراس واللي بسببك انت غادي تشوف الموت على شبر. وتما الممرضه عطاتو واحد الدوسي واللي كانت جامعه فيه بزاف ديال المعلومات اللي يقدروا يعاونوه واللي بسببهم يقدر يعرف العصابه اللي صفاتها لعائلته. وتما فارقت الحياه وهي راضيه عليه. وكانت واحد الممرضه اللي سميتها سوسه كتصنت عليهم وعيطات العصابه اللي كانوا عاطينها النمره ديالهم من قبل واللي كانوا موصينها باش الا كان شي جديد تعيط ليهم، وعيطات ليهم وقالت لهم الدري اللي كتقلبوا عليه راه مازال عايش. ومن بعد كنشوفوا جوج من العصابه عاسين عليه واللي كيكونوا عارفوا البلاصه ديالو من ديك الممرضه، وتما واحد فيهم كيقول الاخر الا لقينا راسو فيه بلاصه قرطاسه راه غادي يكون هو 100%. ومن تما كيبقاو تابعينه في واحد الزنيقه حتى كيغبر شويه حتى كيطيح عليهم من السما وكيبدا يشلخ فيهم واحد واحد وما دوش معاه حتى 2 دقائق وطيحهم كاو. ومن تما بدا كيقلب في حوايجهم وتما كيلقى الباجات ديال البوليس وكيقدر يعرفهم باللي هما من الشرطه الفاسدين. وفي جهه اخرى كنشوفوا واحد خوتنا سميتها صوفيا واللي كتكون باغا دير واحد اللقاء صحفي مع واحد رئيس ديال العصابه، ولكن شويه حتى كيشدوه وكيبداو عليها بالمسمن وحتى من المصور ديالها ما كيزقلوهش، ولكن بالزهر اللي عندها بالصدفه كيكون ديزماني من تما وحتى كيشوفهم جالسين كيتكرفسوا عليهم وكيمشي يجري كيبدا يعاون فيهم. وتما ماني كيبدا يخلص في بنادم وكيطبق عليهم كاع هذوك الحركات اللي نساو عليه. ومن بعد كيمشي ماني هو الصحفي
الصحفي والمساعد ديالها من تما، وكيقول لهم هاد البلاصه اللي كنتو فيها راه خطر. وصوفيا كتشكروا على داك المعروف اللي دار معاهم، ولكن هي ما عرفاش باللي ماني ما كيحس بوالو، وان الاحاسيس كاع ما كيدوروا ليه في الدماغ. وحتى كان غادي يشد الطريق لراسو، وتما كتعرف باللي ماني ما عندوش شي بلاصه يبات فيها، وعليها كتقرر باش ديه معاها للدار. وملي وصلوا للدار تما كتشوف عنده الباجه ديال البوليس، وهي كان كيحسب ليها بوليسي، ولكن هو قال لها الشرطه الفاسدين كانوا تابعيني، وانا شديتهم وتهلايت فيهم ودرت معاهم اللازم. والغد ليه في الصباح فاق ماني وبدا كيدير في التسخينات كيف ما العاده، ومن بعد عاود صوفيا على قصته كامله، وهو بقى فيه قرارات باش تعاونوا، وما دارش بزاف وخرجوا من الدار، وحتى كيوقفوا عليهم البوليس، وهما كانوا باغي يجروا صوفيا صحه، ولكن كيدوروا ماني تاني، ولكن هو كيشدهم وكيبدا يفرقع فيهم واحد واحد، واللي كيضربوا ما كيعاودش ينوض. ولكن هو في الوقت اللي هو مضارب معاهم واحدين اخرين قدروا يجروه ويدوها، وهو جلس كيدقدق فيهم كاملين، واللي كيضربوا ما كيزيدش ينوض. وشد واحد خونا عصرو وبقى عليه حتى قال ليه بالبلاصه اللي داو ليها صوفيا، وقال ليه هاد البلاصه كتسمى المنطقه الثامنه في المدينه. وكنشوفوا ماني وصل البلاصه اللي قال ليه داك خونا، وتما كيقصد واحد السنسور وهو طالع، وكيضرب على واحد 2 كيلو وما كيبشرش بالخير. واحد الوقت هما طالعين هذوك خوتنا هما كيجبدوا الفراده ديالهم، وهما كيكونوا قاصدين يصفوها ليه، وتما كيبدا عليهم ماني هاك هادي زيدك الاخرى. واخا ديك البنيقه كانت صغيره ديال السنسور يقدر يتريني فيهم مزيان، وكيشد واحد فيهم كيعطيه واحد الليكا حتى كيعوج ليه فمه، وكيكون باغيه باش يعترف ليه بالبلاصه ديال صوفيا. ولكن خونا فاش ما كيبغيش كيشدوا ماني كيديروا قدامه بحال البروتيج، وكيلصقوا على الباب واللي غير كيتفتح كيبدا القرطاس غير كيتشير في السماء. ولكن ماني مطور وخلى داك القرطاس يجي غير في داك خونا، ومشى قصد هذوك خوتنا اللي كيضربوا بالقرطاس وشدهم طيحهم حتى هما كاملين كاو. ولكن غير سلام مع هذوك وهما يخرجوا ليه واحد المقاتلين اخرين هما كيترينيو، واخا كان عنده الفردي كان باغي يفاريها معاهم كومبا، وهما كانوا مطاولينه بخمسه بهم، ولكن ما قدروش عليه. هو كيخليهم كيضربوا في بعضياتهم بلا ما يعيقوا، وحتى كيعياو كيبدا يدخل لهم الكروشيات واحد واحد وسلام معاهم كاملين. من بعد هادشي مشى ماني كيقلب على صوفيا في واحد الشومبر، وما كيبان ليه غير واحد البوليسي اللي كيكونوا شادينو داك العصابه، حقاش هو كان تابعهم من شحال هذا، وكيعاود هادشي على ماني وكيقدر يثيق به. وهذيك الحديده اللي مكتفين بها البوليسي ما كيفوتش معاها ماني واحد رجل وكيطردقها. من بعد هذاك البوليسي اللي سميتو راكا كيمشي يوريه شي ملفات، وكيقول ليه بلي هاد العصابه صفات الاب ديالي، وانا قسمت باش نقلب عليهم ونتعاقب منهم. تما ماني كيقول لي خاصك تمشي تقلب في الدواسه ديال الاب ديالي صامات، وهنا كيعرف راكا باللي صامات كيكون صديق ديال الاب ديالو، وتما كيقرر باش يعاون ماني، وكيقول لي على البلاصه اللي داو ليها صوفيا، وكيقول لي باللي واحد العصابه سميتها عصابه الضباع هما اللي خداوها، وكيوريه ديك البلاصه في الخريطه. وكيقرر ماني باش يمشي بوحدو، وملي كيوصل ديك البلاصه اللي شاف في الخريطه وكيدخل لواحد ديبو اللي كيلقاهم كيديروا فيه القتالات غير مشروعه، وتما كيشوف واحد الغليظ مبطبط حاقر على واحد خونا رقيق وهو جالس كيدخل ليه في الكروشيات. ومن تما كيمشي لواحد البار باش يسول لهاديك العصابه ديال الضباع، ولكن حتى شي واحد ما بغى يعاونو. وبالصدفه شاف هذاك خونا اللي كان حاقر عليه داك المبطبط وخسر، واللي كيكون سميتو توماس، وكيسولو ماني على المقر ديال العصابه الضباع. وتوماس ملي شاف ماني باغي يمشي وما فاكش قرر باش يوريه هذيك البلاصه، ولكن بشرط يعطيه الفلوس. وماني كيوافق وبقى غادي بتوماس في شي بلايصات واللي ماشي اي واحد يمشي فيهم الا ما كانش عارف هذيك الطريق مزيان. وملي كيوصلوا كيشير ليه توماس للبلاصه، وتما كيعطيه ماني الفلوس اتفق هو وياه عليها. وملي كيدخل ماني كيتصدم ببزاف ديال البنات هازين السلاح، وكتبان ليه صوفيا شادينه وطاحنينها بالعصا، وحتى كتغفلوا واحد البنت صغيره وكتقدر تزعزعو بالضو وكيطيح، وما كيحل عيني حتى كيلقى راسو مكتف. وتما كتجي عنده ديك الزعيمه ديال العصابه ديال الضباع واللي كيكون سميتها جيسي، وهي جالسه كتضحك عليه حقاش قدروا يشدوه بالساهل. وملي كتشوف جيسي بلاصه قرطاسه في راسو كتعرفوا باللي هو الولد اللي كيقلبوا عليه كلشي. وتما حتى كتكون جايه واحد خوتنا بواحد المسطره وباغا تصفيها ليه، تما كيفك راسو بالزربه وكيخلطها، واللي كتجي عندهم البنات كيفرقعها، ما كاين لا مساواه ولا هم يحزنون. وجيسي فاش كتشوف القضيه حامضه وكيبان لها خلطهم كاملين كتقرر باش تغفلو تضربوا بظهره بقرطاسه، ومن تما كيهربوا العصابه كلهم. وفي هذا الوقت كتجي عنده صوفيا وهي مخلوعه وكتحاول تعاونو باي طريقه، ولكن ماني كيكون عنده الزهر يهرس الحجر، وكتصدق ديك القرطاسه جات غير في الصاك ديالو، وكتخرج من تما معاه هما غاديين عند راكا باش يعرفوا شكون هي هاد جيسي وشنو كدير. ومن بعد كيقصد الدار وكيمشي هو وياها، وتما كتشكروا صوفيا انه اعتق لها حياتها مره اخرى. وتما قالت لي باللي كاين واحد الطبيب فرنسي كتعرفو يقدر يعالج الحاله ديالك. والغد ليه توادع مع صوفيا وهو غادي شويه حتى كيوقفوا عليه واحد خوتنا بالطوموبيله وكيخطفوه، وصوفيا تما كتعيط الراكا وكتعلمو، والعصابه اللي خاطفاه كتوقف به في واحد البلاصه وكيقولوا لي غادي نسولوك شي اسئله، واذا جاوبتينا بلا مشاكل غادي نصفيوها لك بطريقه سهله وما غتحس بوالو. تما ماني كيصهر عليهم وخا دايرين بيناتهم وكيبدا يخلط فيهم وكيبدا يفرقع فيهم بيدو ولا برجلو، واللي كيضربو كيخلي
وخليه يشوف ساندريلا بنهار، وملي طحطحهم ماني جرهم برا الطوموبيل وكيخلي غير واحد في بلاصه الشيفور وكيقول لي غادي توصلني لزعيم العصابه ديالك. وخونا فاش ما كيبغيش كيهرس ليه ماني يدو، وخونا عرف باللي ماني ما معاش البساله وتما وافق سير بلاص. في جهه اخرى كنشوفوا صوفيا مع راكو هما كيقلبوا على ماني، وهي بدات كتعاود ليه على القصه ديالو كامله وقالت ليه باللي الشرطه الفاسده هي اللي صفات على عائلته فاش كان صغير. وفي هذا الوقت كنشوفوا جيسي الزعيمه ديال العصابه ديال الضباع واللي كتكون جامعه العصابه ديالها كاملين وكتقول لهم باللي خاصكم تصفيوها الماني في اقرب وقت، واللي غادي يقدر يصفيها ليه هو الاول عنده مكافاه ماليه. وفي الطريق كيبان لينا ماني كيهضر مع داك خونا ديال العصابه واللي جالس كيشرح ليه على جيسي شنو كدير، وكيقول ليه باللي هي رئيسه ديال اكبر شبكه ديال التوزيع ديال البيضه واللي كتكون ما بين تايلاند وامريكا اللاتينيه. وهذاك خونا كيقول ليه انا ما عرفش الرئيس اللي كيكون فوق منها. وكيبانوا لينا هما غاديين حتى كيطيحوا في فخ دايرين لهم العصابه ديال الضباع، وخونا اللي مع ماني كيموت ولكن هو كيقدر يسلت بيه اعجوبه وكيهرب من طوموبيله وكيبانوا هما تابعينه من اللور. تما كيضرب عليهم طوماس وهما تابعين ماني واللي كيكون تلاقى معاه في البار شحال هذا وكيبدا تابعهم حتى هو وكيشد واحد فيهم وكيعطيه واحد الليقه وكيعاودوا بواحد الدماغ وكيطيحوا دوده معقوده. وكنشوفوا ماني اللي تابع العصابه على قده ولكن حتى لاخر لحظه وقدر يسلت منهم، ومن تما ركب في المترو وحتى قالت هنيت وتفكيت منهم. تما حتى كيخرجوا لي واحد جوج تاني وهما كيبانوا باللي جايين قاصدينو نيشان، وواخا هما كانوا مطاولينو بجوج اقدر يشدهم ويكرمهم ديال بصح. وخونا كان هربان عليهم في النيفو فاش ما جاو كيفرقعهم لا باليدين ولا بالرجلين. زيد عليها خونا ما كانش عنده الاحساس لا بالوجع لا بحتى شي حاجه وكيجعرو وكيطبق عليهم فن طايشي وكيشد واحد خونا وكيبدا يسوسيه بحال الزربيه وكيسالي معاهم وكيهبط في المحطه وهو مكالمي بحال ما كانش مضارب وغير كيتحرك. كيبانوا لي واحد جوج تاني ومهزين عليه الفرادو ومطاولينو، وتما كيبان طوماس وكيعاونو وكيحيدوا لهم الفرادو وكيبداو عليهم وكيعطيوهم واحد السلخه ديال الكلاب. وكيجيو البوليس في هذا الوقت وكياخذوا ماني والزمر كامل، وملي كيوصلوا المدير ديال البوليس كيسولوا علاش كاع هاد العصابه تابعينه ولكن ماني ما كيبغيش يجاوب. وتما ماني كيلوح لي واحد الكلمه نقي الشرطه الفاسدين هما الاولين اللي دايرين بيك. والمدير كيقول لي انا داير جهدي وكنعرفوا باللي هذا المدير ديال البوليس ماشي من الشرطه الفاسدين. وفاش ما كيلقاو عليه حتى شي حاجه ضده كيقرروا يطلقوه هو طوماس. وتما كيتلاقاو مع راكا واللي كيقول ليه باللي صوفيا لقات شي معلومات مهمه وغادا تفيدك وتخليك تعرف شكون اللي قتل عائلتك بالضبط، ونتحركوا دابا باش نمشيو عنده. وملي كيوصل البلاصه اللي دايرين مع صوفيا غير كيدخل هو ماني حتى كيغادروا راكا من اللور وكيحط ليه الفردي على راسو وكيصدق حتى هو من الشرطه الفاسده. وهنا كيبان الرئيس ديال البوليس اللي سميتو سانيا واللي كيكون الرئيس ديال البوليس القديم ديال بوين ماني سامات، وهو اللي عطى الاوردر للعصابه ديالو باش تصفيها العائله ماني كلها، واللي كتكون جيسي زعيمه العصابه ديال الضباع مراتو. وكيقول ليه باللي باك كان خدمته شريفه ولكن هو بقى تابعني من ورايا وكيهبش عليا ولكن لقى داكشي اللي كان كيقلب عليه. وحتى في هذا الوقت حتى غادي تتبعو وتما كتفوه ولاحوا في واحد الغرفه وبداو مدورينه بالضرب. وهنا كيجي لي واحد خونا وكنعرفوا باللي هو اللي ضربه بالقرطاسه فاش كان صغير وبقى كيستفز فيه ديال بصح وماني صبر حتى عيا ويطلع ليه الشراره الراس وتما جعل عليهم ديال بصح. ولكن واخا هكا كان مكتف وهما كتار وقدروا يثبتوا بواحد المنجل وحطوه بيناتهم وبداو عليه بالضرب. وهو كان كيرجع فلاش باك كاع هذاك الشيء اللي وقع ليه وكاع هذيك المعاناه اللي دازت عليه وعائلته اللي ماتت بسبب هذا الشيء. وتما خرج الوحش اللي كان وسطه ولا اللي كيجي قدامه كيخبطو حقاش الاحساس ما كاينش عنده اصلا. واخا كان مهلوك بالضرب وكانوا مدقدقينو ولكن اللي كان كيضربو ما كيزيدوش الثانيه وصفاها لكل شيء هو جاعر وكان معصب وكيغوت بسميه ثانيه وغير خرج هو يطيح بكثره العيا والدق اللي خدا. ولكن حتى كان غادي يصفيها ليه راكا بالفردي تما عتقو مدير ديال البوليس اللي كان تلاقى معاه من قبل واللي ما عندوش مع الشرطه الفاسده. وصاني رئيس العصابه حتى كان غادي يهربان وشدوه البوليس. ومن بعد كنشوفوا ماني مع صوفيا في الامبيلونس وهو كيبان فرحان وناشط حقاش رجع كيحس بالوجع وانه هو تعالج من داك فقدان الاحساس اللي كان عنده. وكيشكروا المدير ديال البوليس وكيقول ليه بسببه قدرنا نشدوا اخطر منظمه كانت في تايلاند واذا كان بوك باقي في الحياه راه غادي يكون فخور بك بزاف. ولهنا كيسالي الفيلم ديالنا الخوت وما تنساوناش باللايك والاشتراك وحتى نتلاقاو في شي فيلم جديد ولا قصه جديده وتهلاو.